إلا جمعة مباركة عليكم. معايا مية هنا على النار، معايا جزر وبصل ورق لورا فلفل أسمر. بدأت تغلي معايا المية كده، هنزل معايا هنا بكوارع أنا غسلها ومنضفاها كويس جدا، وهعمل معايا كده ورق عنب بالكوارع. غدا حلو وسهل كده وجميل أوي، الكل طبعا بيحبه. عندي هنا تسبيكة أنا مجهزاها كده للمحشي، حبة فلفل أسمر، طبعا عملت معاكم التسبيكة قبل كده كم مرة. حبة كده من الخضرة، فلفل أسمر، بهارات، كمون، كزبرة ناشفة، وانزل معايا بالرز حبة من السمنة، وابدا اقلب الخليط كده مع بعضه. ومعايا هنا ورق العنب، طبعا ده انا مفرزاه موجود، بطلعه سهل استعماله جدا كده على طول، وقت ما تحبي يبقى مستعجل كده معاكي على طول. خلصت خلاص ورق العنب، معايا حبتين كده من الفلفل الحامي سبايسي، حشيتهم، ده بيديه تيست وطعم حلو قوي قوي للمحشي. ما تنسوش تشتركوا عندي على قناتي وتعملوا لي متابعه على الفيسبوك واليوتيوب. ازود من الشوربه، طبعا حبه شوربه دسمه وجميله جدا. زودت الشوربه خلاص كده معايا. طبعا البوكيه جرنيه ده لو انت عندك شاشه او حبه قماشه كده بتحطي فيها. استوت معايا الكوارع خلاص كده بالشكل ده، ابدا اقطعها كده واجهزها معايا للطواجن. ومعايا هنا فصين من الثوم، معلقه كبيره حلوه كده من السمنه، هبدا اشوح معايا الثوم مع كزبره ناشفه. البوكيه جرنيه ده يا جماعه بتحطي معاكي ورق لورا، قرنفل، عود قرفه، اي منكهات انت عايزاها بتربطيها تحطها في الشوربه. خلاص نزلت معايا بالصلصه هنا كده، طبعا خلاص مقطعه الكوارع. استوى خلاص معايا المحشي بالجمال ده كده، انزل بقى احطه كده، ارص معايا فيه الطواجن وادخل بيه الفرن. لما انزل بالكوارع على الوش كده بالشكل والجمال اللي شايفينه ده، وتنزليها وتربطي الشاشه في قلب الشوربه، تطلع معاكي شوربه حلوه وريقه جميله جدا. لاي رز ابيض بقى، اي ملوخيه، اي حاجه معاكي بتبقى شوربتك رايقه وصافيه وجميله جدا. خلاص خلص الاكل معايا وطلع معايا من الفرن بالجمال ده. يا رب الفيديو يكون حلو وخفيف وعجبكم، واشوفكم على خير. سلام عليكم.